بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم سيكون حل تمارين صفحة 48. الفقرة الأولى: تأكد من فهمك. حلل كل مقدار من المقادير الجبرية الآتية إلى أبسط صورة. أولا، x تربيع زائد 6x زائد 8. الخطوة الأولى هو فتح قوسين بهذه الطريقة، ونلاحظ أن الحد الأوسط هو موجب والثالث موجب، إذن يجب أن تكون القوسين موجبة. x تربيع هو حاصل ضرب x في x، وعلينا أن نجد عددين حاصل ضربهم هو 8، حاصل ضربهم 8 ومجموعهم يكون 6. لاحظ لدينا 4 و2. عندما نضرب 2 في 4 الناتج يكون 8، وعندما نجمع 2 زائد 4 يكون ناتج 6. ثانيا، 1 سالب 2 زد زائد زد تربيع، ونلاحظ أن الحد الثاني أو الحد الأوسط سالب في حين أن الحد الثالث موجب، إذن يجب أن تكون القوسين سالبة. القوسين يجب أن تكون سالبة. إذا كان الحد الأوسط سالب والحد الثالث موجب يجب أن تكون القوسين سالبة. لاحظ 1 تربيع أو 1 هو حاصل ضرب 1 في 1، وزد تربيع هو حاصل ضرب زد في زد. ثالثا، x تربيع سالب 13x زائد 12. نفتح قوسين، القوس الأول والقوس الثاني، ونلاحظ أن الحد الأوسط سالب والحد الثالث موجب، إذن يجب أن تكون القوسين إشارتهم هو سالبة. لاحظ لدينا x تربيع هو حاصل ضرب x في x، وعلينا أن نجد عددين حاصل ضربهم 12 ومجموعهم 13. لدينا إذن 1 في 12، 1 في 12، 1 في 12 و12، و1 زائد 12 مجموعهم 13. رابعا، 3 زائد 2 زد سالب زد تربيع. أيضا لاحظ أن الحد الأوسط موجب والثالث هو سالب، إذن القوس الأول يكون موجب والثاني يكون سالب. 3 هو حاصل ضرب 1 في 3، وزد تربيع هو حاصل ضرب زد في زد. السؤال الخامس، x تربيع سالب 2x سالب 3. نفتح قوسين ونلاحظ الحد الأوسط أو الحد الثاني سالب والثالث سالب، إذن يجب أن يكون الحد الأول سالب أو القوس الأول سالب والقوس الثاني موجب. علينا نلاحظ x تربيع هو حاصل ضرب x في x، و3 هو حاصل ضرب 3 في 1، حاصل ضرب 3 في 1. السؤال السادس، 15 سالب 8 زد زائد زد تربيع. أيضا علينا أن نفتح قوسين، لاحظ القوس الأول والقوس الثاني. الحد الأوسط وهو سالب في حين الحد الثالث هو موجب، إذن يجب أن تكون القوسين سالبة. 15 علينا أن نجد عددين حاصل ضربهم 15 ومجموعهم 8. لدينا 5 في 3، 5 في 3 و15، ومجموعهم هو 8 في حين زد تربيع زد في زد. وللتوضيح كيفية اختيار الأعداد وعملية الضرب، علينا أن نضرب، لاحظ الوسطين والطرفين، الوسطين والطرفين. الوسطين هو سالب، الوسطين سالب زد في 3 هو سالب 3 زد، والطرفين 5 في سالب زد هو سالب 5 زد، وعندما تجمع هو سالب 8 زد، وهو الحد الأوسط. لاحظ الحد الأوسط. سابعا، 2x تربيع زائد 5x زائد 3. ونلاحظ أن الحدود جميعها موجبة، إذن الأقواس
تكون موجبة. 2x تربيع هو حاصل ضرب 2x في x، وعلينا أن نجد عددين حاصل ضربهم 3 ومجموعهم عندما نجمع مع الأطراف يكون مجموعه 5، وهو لاحظ 3 في 1. إذا لو أردنا أن نتأكد من عملية الضرب نجمع الوسطين والطرفين. 2x في 1 هو 2x، والوسطين 3 في x هو 3x، وعندما تجمع يكون الناتج 5x كما موجود في الحد الأوسط. السؤال الثامن 3y تربيع سالب 14y زائد 8، ونلاحظ أن الحد الأوسط سالب والحد الثالث هو موجب، إذن يجب أن تكون الأقواس سالبة. 3y تربيع هو حاصل ضرب 3y في y، وعلينا أن نجد عددين حاصل ضربهم 8، إذا نضرب 2 في 4. للتأكد من أجل عملية التأكد نضرب الوسطين والطرفين. 2 سالب 2 في y هو سالب 2y، وسالب 4 في 3y هو سالب 12y، وعندما تجمع يكون الناتج هو 14y. إذا الحل هو 3y سالب 2 بين قوسين، والقوس الآخر y سالب 4. السؤال التاسع 3x تربيع سالب 10x زائد 8. أيضا علينا أن نفتح قوسين ونلاحظ أن الحد الأوسط سالب والحد الثالث موجب، إذن يجب أن تكون الأقواس سالبة. 3x تربيع هو حاصل ضرب 3x في x في حين أن 8 هو حاصل ضرب 4 في 2. 4 في 2، وعندما نجمع لاحظ 6 زائد 4 يكون الناتج 10، في حين أن سالب 4 في سالب 2 هو موجب 8. السؤال العاشر 8 سالب 25z زائد 3z تربيع. نقوم بفتح قوسين، وتعلمنا إذا كان الحد الثاني سالب والحد الثالث موجب الأقواس تكون سالبة. 8 هو حاصل ضرب 8 في 1، و3z تربيع هو حاصل ضرب z في 3z. وعند التحقق من عملية الضرب لاحظ لو أردنا التحقق من عملية الضرب ضرب الوسطين والطرفين. سالب z في 1 هو سالب z، و8 في سالب 3z هو سالب 24z، وعند الجمع يكون الناتج سالب 25z. سؤال 11 5y تربيع سالب y سالب 6. علينا أن نفتح قوسين، والقوس الأول يكون موجب والآخر يكون سالب. لاحظ لدينا 5y تربيع هو حاصل ضرب y في 5y، ولدينا أيضا سالب 6. علينا أن نجد عددين حاصل ضربهم سالب 6 ومجموعهم يكون 1. لاحظ لدينا 1 في 6 1 في 6. من أجل التأكد، من أجل عملية التأكد لاحظ نضرب 1 في y أو في 5y هو 5y، و y في سالب 6 هو سالب 6y. إشارات مختلفة، نأخذ إشارة الكبير وهو سالب 1y، إذا y. لاحظ عملية الضرب. سؤال 12 6 زائد 29z سالب 5z تربيع. القوس نفتح قوسين، القوس الأول يكون موجب والثاني يكون سالب، ثم نجد عددين حاصل ضربهم هو 6، إذا 1 في 6 هو الناتج 6. وعلينا أن نجد عددين حاصل ضربهم 5z تربيع وهو 5z في z. سؤال 13
x تربيع سالب 9xy زائد 20y. نفتح قوسين، القوس الأول والقوس الثاني. لاحظ أن الحد الأوسط هو سالب والحد الثاني موجب، إذن يجب أن تكون الأقواس سالبة. x تربيع هو حاصل ضرب x في x. علينا أن نجد عددين حاصل ضربهم 20 ومجموعهم 9، إذن لاحظ 5y في 4y. سؤال 14 3y تربيع سالب 19y x سالب 14x تربيع. نفتح قوسين، القوس الأول يكون موجب والثاني يكون سالب. 3y تربيع هو حاصل ضرب 3y في y و14 وسالب 14 x تربيع هو حاصل ضرب 7x في 2x. لدينا سؤال آخر، ضع الإشارات بين الحدود في الأقواس ليكون تحديد المقدار الجبري صحيحا. لدينا سؤال 15 x تربيع زائد 9x زائد 20 والأقواس x و4 وx و5. لدينا فراغات، المطلوب هو وضع إشارات داخل الأقواس. لاحظ أن الحدود موجبة، إذن يجب أن نضع القوس الأول موجب والقوس الثاني أيضا موجب. سؤال 16 y تربيع سالب 12y زائد 20 والأقواس هو المطلوب وضع إشارات داخل الأقواس y و2 وy و10. لاحظ أن الحد الأوسط أو الثاني هو سالب والحد الأخير موجب. إذا كان الحد الثاني سالب وموجب نضع سالب في سالب. سؤال 17 6x تربيع سالب 7x زائد 2. إذا كان الحد الأوسط سالب والثاني أو الأخير موجب يجب أن تكون إشارات الأقواس سالبة. سؤال 18 20 سالب 7y سالب 3y تربيع. المطلوب هو وضع إشارات داخل الأقواس. إذا كانت إشارات الحدود سالبة يكون الحد الأول سالب والحد الثاني موجب. الحد الأول يجب أن يكون سالب والحد الثاني يجب أن يكون موجب. إلى هنا أعزائي المتابعين ينتهي درسنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.